حتى والاهلي في اسوأ احواله، حتى وانا اوحش موسم عملته في التاريخ، حتى وانا بلعب من غير مدرب، حتى واللعيبه كلها في الارض في اقل مستويات، بكسبك برضه وبالثلاثه. اهلي يفوز على الزمالك 3-0 في درس كوره صح، الادب الشرعي في الماتش. كل الناس قبل الماتش ده الزمالك هو اللي هيكسب الا الاهلاويه او بعض من الاهلاويه يعني. الاهلي هو اللي هيكسب. ليه؟ لان الشعار النهارده هو اللي لاعب. الشعار هو اللي لاعب مش اللعيبه ولا المدرب والجمهور. الشعار والجمهور اللي لعبوا النهارده، الجمهور عمل عظمه، عظمه 10 على 10. تيفو ايه بقى وهتاف طول ال 90 دقيقه. يا اخي ما انت عندك تجمع اهو بتعمله في الماتشات 20,000 و20,000، وهم كانوا اكتر من كده طبعا يعني، كان باين. ما تقفل الساعه الكامله بقى والعب بالملعب متقفل واتفرج على الكوره بقى. درس كروي صح الصح. فين بزيرة؟ فين بزيرة يا صاحبي؟ فين احسن لعيب في مصر؟ احسن جناح في مصر فين؟ فين الاسطوره ناصر منسي احسن مهاجم في مصر؟ فين دول؟ فين فتوح؟ درس كروي، درس كروي يعني بمعنى الكلمه. اشرف بن شرقي النهارده عمل ماتش عمره، عمل احسن ماتش شفته بن شرقي في حياتي هو الماتش ده. حتى احسن من احسن ماتش له في الزمالك، لا ده احسن ماتش بن شرقي في حياته. يعني الماتش ده احسن من ماتش بن شرقي لعبه. وانا اسف يا بن شرقي، والله انا اسف يا سيدي بن شرقي، او يا سيدي بن قلب، انا اسف. كل ماتش كنت اقول لك انت لازم تمشي، كل ماتش اقول ده ما ينفعش محترف، لكن انا اسف. انا اسف بجد. انت لو هتقعد بنص رجل بس اقعد. يعني انت لعيب يا جماعه عالمي، مهاجم وسجل لك جون وهو مهاجم، لعب جناح سجل لك جون وهو جناح وصنع جول. لا لا، بن شرقي يعني. النهارده بن شرقي ال 100% بتاعته ظهرت في ارض الملعب. النهارده بن شرقي كشف الزمالك، كشف دفاع الزمالك لما لعب مهاري يروح عليهم. طب خد دي، الزمالك هتلعب كونفدراليه الموسم الجاي. يعني ايه الزمالك تلعب كونفدراليه؟ الزمالك هيخسر من سيراميكا وهيخسر او من سموحه او هيتعادلوا، بس المهم ان هم يلعبوا كونفدراليه. ما تسالنيش ازاي، بس هم يلعبوا كونفدراليه. والاهلي وبيراميدز اللي هيلعبوا افريقيا. بيراميدز النهارده كسب الانبي 3-2. الشوط الاول خلص 3-2، والشوط الثاني ما فيش ولا فرق شاطها كوره على الجون. كان ماتش حلو في الشوط الاول ووحش في الشوط الثاني. فبيراميدز 50 نقطه دلوقتي زي الزمالك، والاهلي تحتهم ب 47 نقطه. الاهلي عايز ايه؟ الاهلي عايز بيراميدز ما يكسبش يعني عايز بيراميدز يتعادل ويخسر، يتعادل ويخسر الماتشين الجايين. هيلاعب سيراميكا وسموحه، يتعادل واحد فيهم ويخسر، واظنها صعبه يعني. محتاج بيراميدز برضو ايه؟ محتاج الزمالك يخسر، محتاج الزمالك يخسر بس. عشان كده بقول لك الزمالك هيلعب كونفدراليه لو خسر من سيراميكا. عمنا علي ماهر في انتظاره في الماتش ده، يعني علي ماهر مستنيينه يديهم درس كروي هو كمان. الزمالك وقع. يعني الزمالك هو مش هيتنيه في القمه، يعني مش هيتنيه. الزمالك يعني احنا عارفينهم، يعني كل ما الاهلي يقع لازم يمدوا له ايده. فهو الزمالك مش هيتناه في القمه. الزمالك هيلعب كونفدراليه السنه الجايه واسمع مني. خدها بقى السنه دي ما خدهاش، بس اللي اعرفه انه هيلعب كونفدراليه السنه الجايه. ماتش النهارده كان ممتع، كان ممتع لكل الاهلاويه. اللعيبه يعني في اخر الماتش اللعيبه كانت بتتمشى. محمد هاني كان غايب وقلنا منا هيقعد محمد هاني. بيكهام النهارده عمل بيكهام اداهم درس كروي. بيكهام اداهم درس. بيكهام انت مش اسمه ده، لا ده مش احمد رمضان بيكهام، ده ديفيد بيكهام. عمل ماتش النهارده ماتش عمره هو كمان. يعني انت متخيل اللعيبه طول الماتشات تلعب اسوء ماتشات ليها؟ لا بيكهام عمل النهارده ماتش عمره. اشرف بن شرقي عمل ماتش عمره. طارق محمد طلع ماتش حلو. الشحات لعب ماتش حلو. لكن انا اللي فاجئني بيكهام. ليه؟ لاني ما كنتش متوقع. ده كنت بقول بيكهام ده هيبقى نقطه ضعف الفريق قبل ما الماتش يبدا. كنت بتكلم بقول كده بيكهام هيبقى نقطه ضعف الفريق. بيكهام فاجئني النهارده. يا راجل ده لدرجه كوره كان داخل عليه شوكوبانزا وعداد دباغ وفتوح او بنتاج بتهيألي واحد فيهم يعني. الثلاثه دول كانوا داخلين عليه. من الزهق بتاعه اداهم الكوره وقال اما اقطعها تاني. يعني ادى العداد الكوره وقال انا زهقت يا عم خدها يا عم واقطعها منك تاني، وقام جاي مرقص الثلاثه وطالع بالكوره. لا عمل ماتش حلو قوي. هو غلط في كوره اللي غلط فيها النهارده، كان بيكهام كان ممتاز. هادي رياض يعني، هادي رياض في ماتش الترجي عمل علينا ضربه جزاء، قلنا هيتعلم. الماتش ده برضه يعمل علينا ضربه جزاء. يا عم معلش يا عم احنا كسبنا يا عم و3-0 وشوبير صدها. وهايل شوبير، اللي بالمناسبه شوبير مسك في الفرصه. شوبير لو ما كانش تألق النهارده او لو ما كانش صد حاجه النهارده كان هيقعد للشناوي في كاس العالم وفي ماتشات الاهلي الجاي. لكن شوبير صد ضربه جزاء، صد كره حلوه قوي بالدماغ صدها، مش فاكر كانت من مين، لكن شال كره بالدماغ حلوه قوي يعني. فشوبير ياخد تقييم 10 من 10. لا شوبير كان النهارده ممتاز. فهو مسك في الفرصه، مسك انه هيتنحى حارس الاهلي في الماتشات الجايه وفي كاس العالم. وهادي رياض بس احسن من ناصر ابراهيم يا جدع. يا جدع شوف الدفاع مكان ناصر ابراهيم. هل شفت اخطاء النهارده؟
يعني هل شفت اخطاء زي الاخطاء بتاع ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم كل ما تجيله الكوره بيطفشها للفريق المنافس، بيوصلها للفريق المنافس، اي فريق بيلعبه بيبصها له. فياسر ابراهيم لما اتشال من الدفاع لا شفنا حاجه تانية، والاثنين اللي بيلعبوا مدافعين مش قلبين دفاع بالصوبه. يعني ياسين منع له اخطاء برضه بطيء جدا، بطء، لكن كان مغطي هو هاد رياض عاملين ثنائيه حلوه مع بعض. كوك عمل ماتش عالمي. كوك عمل ما تفهمش بزارة كان في جيب منه النهارده. هو كان يروح لك جناح في القلب، لما راح جناح كان في جيب كوك. لما كوك كان بيطلع ويروح في ظهره في المساحه في ظهره كان بيبقى في جيب ياسين مرعي. لما بيدخل في نص الملعب كان بيبقى في جيب مروان عطيه. ده لو راح هناك كان هيبقى في جيب بيكهام. زي النهارده شيكوبانزا كان في جيب بيكهام، كان حاطط بيكهام في جيبه. بيكهام اللي كان حاطط جيب في شيكوبانزا في جيبه وبيكهام كان حاطط بنتاج في جيبه. لا كل اللعبه النهارده جيوبها كانت واسعه، يعني ما شاء الله، ما شاء الله كلهم جيوبهم كانت واسعه. مروان عطيه جيبه كان واسع. الا اتنين، الا اتنين النهارده كانوا سيئين، يعني اتنين النهارده مع اسوء اتنين في ارض الملعب. تريزيجيه، امام عاشور. مش عشان ضربه الجزاء، يعني تريزيجيه ضيع ضربه الجزاء ما ضيعهاش، كده كده ما بيعرفش يشوطها، ما اعرفش هو شاطها ليه. يعني هو كده كده ما نسالوش كره كاس العالم بتاع انتر ميامي لما دخل يشوطها، هو اللي ما كانش المفروض يشوطها وضيعها، ما نسالوش الكره دي. لكن ما علينا، تريزيجيه ما بيعرفش يشوط ضربات جزاء، تدخل تشوطها ليه؟ بتدخل تشوطها ليه ومش على ضربه الجزاء؟ انت لعيب استلامه ما بيعرفش، ما بيتحكمش بالكوره، ما بيتحكمش بالكوره. انا هضرب لك مثال بكريستيانو، ما بقارنش طبعا تريزيجيه بكريستيانو عشان ما حدش يقول ده بيقارن تريزيجيه بكريستيانو، لا، فرق شاسع طبعا. بس بقول لك مثال بكريستيانو. كريستيانو لحد 32 سنه 33 سنه كان جناح، لما ما عادش قادر واتصاب اصابه في الركبه وما عادش اللي هو مراوغ زي الاول، دخل راس حرب. ادخل يا تريزيجيه راس حرب، خصوصا ان كل خطورته بتبقى من منطقه الجزاء، يعني اجوانه كلها من منطقه الجزاء راسيه. نادرا لما بياخد كره من على الطرف ويروح يحطها جوه، ما افتكرلوش غير جون واحد بس اللي عمل كده. انما تريزيجيه كل كوره كان كل جوانه راسيات من جوه منطقه الجزاء، تفنيش من جوه منطقه الجزاء. امام عاشور النهارده كان شايف نفسه ميسي، امام ميسي. كان ياخد الكوره ما بيبصيش، عايز يلعب لوحده، عايز يجري يروح بقى لوحده. لو كان باص كان هيبقى حلو. كان انا النهارده بطريقه غريبه تخلينا نديله تقييم سيء. امام عاشور لعب واحد بس رقم 6 في نص الملعب، وهو مروان عطيه. طول الموسم بنعيط بنقول لك يا اخي مروان عطيه بس، ليه مروان عطيه والي ديانج؟ مروان عطيه بس في نص الملعب كفايه، والعب هاجم. لا، كانوا يحطوا مروان عطيه والي ديانج. لما شالهم، لما شال اليو ديانج من جنب مروان عطيه، إيه اللي حصل؟ ها، إيه اللي حصل لما اتشال من جنبه؟ شوف بقى لما بتهاجم بقى، كل فيديو اقول لك انت النادي الاهلي انت تهاجم على اي فريق وتكسبه. انت لما تلاعب اي فريق تهاجم وتكسبه، انت معاك احسن سكواد في مصر، تهاجم على اي فريق وتكسبه. دخل سوروبا، دخل النهارده ما بقى مقطع البطاقه، كله بيهاجم كله. ما فيش غير مروان عطيه بس هو اللي رقم 6. وكل عندك بقى في الهجوم مين حاطط لك؟ تريزيجيه، اشرف بن شرقي، طاهر حسين الشحات، امام عاشور. ما بيلعبش هو 8 واحده بس وكله يهاجم. فدخل هاجم النهارده زي ما كلنا كنا بنقول، وحقق اللي هو عايزه. لما عايز يامن نتيجه نزل اليو ديانج، اللي بالمناسبه ده ماتشاته بقى، يعني ده ماتشات اليو ديانج، اللي هو يلعب ضد فريق قوي. انما هتلاقيه يلعب ضد فريق ضعيف ما بيعرفش يباصي. لا، احنا يقطع كور لكن ما يباصيش. فاليو ديانج كده كده ماشي اصلا، يعني ما يشغلناش، كده كده ماشي. فحلو قوي مروان عطيه في نص الملعب لوحده، ده كان بيغطي، كان بيشيل في خط الهجوم بقى المعمعه بقى. طاهر محمد طاهر اللي بالمناسبه مش حلو هجوميا، ما عجبكش هجوميا، كان 10 على 10 في الدفاع، 10 على 10 في الدفاع. يعني ولا اجدعها مدافع يا اخي، ده بيدافع احسن من محمد هاني. يعني لو رجع باك هيدافع احسن من محمد هاني. وعرضياته ايه؟ عرضيه لعب اسيست النهارده، عرضيه لراس بن شرقي اول جول. فطاهر محمد طاهر لا، بالرغم انه مش ممتع للعين برضه هجوميا زي تريزيجيه مش ممتع للعين برضه، فهو طاهر مش ممتع للعين لكن احسن من تريزيجيه. يعني لو جيت تحسب ادوار طاهر وادوار تريزيجيه، لا طاهر اللي احسن. تاثير طاهر ولا تاثير تريزيجيه؟ لا، تاثير طاهر مش تاثير تريزيجيه. ارقامه على عينه وعلى راسي، لكن مش ممتع. عندنا عين بنتفرج فيها، مش بنستمتع بتريزيجيه. اشرف بن شرقي النهارده عمل ماتش عمره، ماتش عمره زي ما قلنا في اول الفيديو. لا، اشرف بن شرقي كان هايل النهارده، سجل جولين وصنع جول. فانا اسف يا اشرف بن قلبي، او يا سيدي بن قلبي، اي حاجه، انا اسف يا عم، انا اسف على اللي انا كل فيديو اطلع انتقد دول، انا اسف. هو ماتش تاريخي اشرف بن شرقي. تريزيجيه زي ما قلت لك، كالعاده تريزيجيه بيبقى سيء، يعني كالعاده تريزيجيه بيبقى سيء. سبحان الله، الفريق كله يفوق الا تريزيجيه وامام عاشور، دول كانوا السلبيتين الوحيدين في الماتش النهارده. زيزو ما لعبش، شكلك بركه ولا ايه يا زيزو؟ شكلك بركه ولا ايه؟ نزل في اخر 10 دقائق ما لحقش يعمل حاجه، بس شكلك بركه ولا ايه؟ بنكسب من غيرك 3 اهو.
ثلاثه اهو. بالمناسبه مشكله زيزو وامام عاشور والكلام الفاضي ده، وزيزو شال اسمه من على الانستا بتاعه، وشال اسم الاهلي وشال تيشيرت الاهلي. الكلام ده المفروض يبقى له حلقه لوحده، انا مش وقته في الماتش ده، يعني مش وقته في الكلام عن الماتش ده. الاهلي بدأنا الماتش ده 4، الزمالك هو اللي بيهاجم هجمات بدون فعاليه. عقده الدباغ راح بواحده حب يعملها زي شيكابالا، طلعها بره ما لفهاش ابطو حلوه، ماشي على المرمى. الدقيقه 12 ناصر منسي استلم كره، كره ملعوبه في ظهر بيكهام، دي الغلطه اللي بيكهام عملها، كره طلعت قطعت منه واتلعبت في الظهر، الكره ملعوبه. ناصر منسي قام جاي مستلمها قدام ياسين مرعي وحطها قبل كده اي كلام، الاخر طلع من الشوطين. ده 17 طاهر محمد طاهر يستلم الكره من على ناحيه اليمين، لعبها عرضيه لاشرف بن شرقي، راسيه عالميه، عالميه رقم 9، راسيه مهاجم رقم 9. لما شفتها قلت ده تريزيجيه ولا مين ده اللي حطها؟ طلع اشرف بن شرقي، لا ده رقم 9، رقم 9 لو هيلعب يلعب مهاجم. ما اشوفش اشرف بن شرقي الا مهاجم ويدخل طرف عادي، او تريزيجيه اللي يدخل مهاجم اشرف بن شرقي طرف. لكن اشرف بن شرقي لازم يلعب بقى الماتشات اللي باقي، هو باقي كام ماتش؟ ماتشين لازم يلعبهم اشرف بن شرقي. حتى النهارده جون عالمي فتحها بالدقيقه 17. ده 22 عرضيه كانت خطيره من فتوح، استلمها عدي، ياسين مرعي شالها من قدام حلوه، برافو ياسين مرعي على الكوره دي، لكن بطيء. حسن نفسك يا عم في السرعه يا عم، حسن نفسك في السرعه، انت لسه عندك 23 سنه 24 سنه، قابل للتطور، لسه صغير يعني، مستقبل. ده 27 تريزيجيه اخترق، لعب عرضيه بن شرقي وحسام عبد المجيد، حطها من شرقي طبعا، حسام عبد المجيد شالها على الخط، كانوا عايزين فيها ضربه جزاء لكن الحكم ما حسبهاش، وعادي يا عم. ده 30 عبد الله السعيد شاط كوره حلوه لكن اي كلام بتطلع بره يعني. ده 32 اشرف بن شرقي كلفت حسام عبد المجيد كلفته، واداها برضه حسام عبد المجيد، كل ماتش حسام عبد المجيد يتهزأ من ايه؟ لا من النادي الاهلي، احسن مدافع في مصر يا عم اهو، احسن مدافع في مصر. اشرف بن شرقي رقصه وحطها حلوه على لسان الشحات، لوب جميل من فوق المهد سليمان. لسان الشحات ده عامل زي الراجل اللي انت، سكواد الاهلي اللي اتعمل ده، كل اللي كان يقول تشكيل الاهلي ما حسين الشحات بقى على الحسابات. حسين الشحات ما شايف اللي بيلعبوا احسن منه، ده الراجل اللي طلع لك هو اشرف بن شرقي. الاثنين اللي ما كنتش تحطهم في الحسبان اللي طلعوا لك انقذوك في ماتش زي ده، اللي طلعوا هم اللي طلعوا رجاله بجد في الماتشات دي، هم اللي انقذوك، هم اللي شالوك، لا كانوا رجاله رجاله يعني. فيحط حسين الشحات الجون الثاني. ده 35 الاهلي يعني الاهلي سجل وبيهاجم، كل ده احنا بنهاجم، الزمالك ما هاجمش الاول شويه وكان هجوم بلا فعاليه، وكل ما ياخدوا الكوره بلا فعاليه برضه. مروان عطيه ضرب قذيفه المهدي سليمان يشيلها. الشوط الاول خلص، بدا الشوط الثاني، طلع ناصر منسي ونزل شيكو بنزا، محاولات بائسه من معتمد جمال عايز يعمل حاجه لكن على مين؟ يعني انت بتنزل شيكو بنزا يلعب على عايز يرقص بيكهام يعني؟ ديفيد بيكهام طبعا مش احمد ده يعني ديفيد بيكهام، بيكهام الانجليزي ده لا ده واخد الاسم منه، يعني الاصلي هو بيكهام احمد انت اسمك ديفيد بيكهام يا عم، انت اسمك ديفيد بيكهام انت الاساسي. ده 55 ضربه الجزاء للزمالك، يعني كفايه بقى يعني اتحسن في دقيقه هادي يا رياض، لما يروح على لاعب لازم يديله ضربه جزاء، لا تحسن لما تكون جاي من ورا على لاعب ما تديلوش ضربه جزاء، ما كانش منها اي خطوره. يعني كان معاه بيكهام، كان مع حسام، كان مع بنتاج، كان يقدر يعمل حاجه. فدخل دخل ضربه جزاء، حسام عبد المجيد ضيعها، برافو شوبير، برافو مصطفى شوبير، مصطفى احمد شوبير، مصطفى شوبير شال ضربه جزاء، شال كوره الجون. حارس مصر في كاس العالم، حارس المستقبل ان شاء الله، ان شاء الله. كل حراس العالم بتغلط، كل حراس العالم بتغلط، اي حارس في العالم بيغلط، اي حارس، اي حارس، لكن كل حاجه ولها وقتها، فده وقت شوبير، غلط ده وقته. ما الشناوي ياما غلط. تحيات الكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق القائد الرجوله الجرينتا حبيبنا كلنا، لكن خلاص الجيل بيسلم جيل. فده دور مصطفى شوبير ووقت مصطفى شوبير، اظن ما فيش حاجه يعني، خلاص يعني شوبير خلاص مسك فيها مش هيسيبها تاني. 59 محمد شحاته بيحاول اي حاجه، كل شوطات الزمالك اي حاجه، اي حاجه الا ضربه الجزاء والكره الراسيه لشوبير شال. ده 61 تريزيجيه بيضيع انفراد. ده 66 تريزيجيه خد بالمناسبه الانفراد ديت الحكم رجع للفار بعدها بشويه حسبها ضربه جزاء. جت في ايد شحاته ضربه جزاء صح مليون في الميه، وسلم لي على محمود وفا، وسلم لي على محمود وفا اللي ضربه الجزاء دي. بعدها اتحسب اتنين واحده في الدوري المصري من قلاوه اللي اوقفوه. شوف الفساد بس، شوف الفساد، واحده من قلاوه اللي اوقفوه اوسكار رويس. اتنين في دوري الابطال، واحده في ماتش بايرن وباريس، واحده في ماتش اتلتيكو والارسنال، ضربتين جزاء نفسها بل ومش اوضح. يعني يمكن هما ايه من مسافه قريبه، انما دي كانت من مسافه فدانين.
سلم لي على محمود وفا اللي كان علقه موت في دوري الدرجه الثانيه، كان بيلعب ماتش بروكسي ومش عارف مين، كان علقه موت يعني، كان علقه موت علقه موت. هل ده حكم دولي؟ هل ده عنده ضميره؟ يعني هل محمود وفا، هل انت راضي عن نفسك كحكم؟ شايف نفسك يعني حكم عادل؟ سلموا لي عليه. كل ماتش ضربه الجزاء الحكم الالماني يحسبها، ما اعرفش كروزا يطلع يقول ايه، بس اهي ضربه جزاء تريزيجيه ضيعها، وكنت متاكد مليون في الميه انه هيضيعها. ليه؟ كمان متعور، يعني متعور عايز يشوطها كمان. ده 67 وتشالي لعبه حلوه تريزيجيه ضيعها برده. ده 70 نزل ادم كده، طلع عبد الله السعيد قعد يشلت لهم طبعا زي كل مره، عبد الله السعيد يطلع هيدوم بالجزمه لما يطلع. ده 74 من امام عاشور، حلو قوي بن شرقي. بن شرقي حاجاته دي، حاجات بن شرقي دي، عمل زي في ماتش بيراميدز اللي اتحسب التسلل وهي مش تسلل، وهي مش تسلل، عمل زي اسيست لتريزيجيه. فدي حاجاته بن شرقي دي، سجل الهدف الثالث يقضي على الزمالك، خلاص خلاص رصاصة الرحمه. التبديلات بقى، نزل مروان عثمان وبن رمضان، وطلع تريزيجيه واشرف بن شرقي. منطقيين، تريزيجيه ما كانش قادر يجري، واشرف بن شرقي هو اللي كان طالب التغيير، بتهيألي كان تعب اشرف بن شرقي هو كمان. فنزل مروان عثمان وبن رمضان. ده 85 شوبير شال جون اللي قلت لك عليها الرأسية، مش حاضر في دماغي مني كان عملها، بس شوبير شال جون ساعتها يعني. 86 نزل زيزو واحمد عيد، طلع بيكهام اللي اشتكى من الاصابه، ما اعرفش اصابته هتبقى عامله ايه، وطلع طاهر محمد طاهر. ادى لزيزو شويه اللي كانوا بيقولوا مصاب. ماتش خلص 3-0، ليله جميله، ليله حلوه. نيجي لتقييم اللعيبه. مصطفى شوبير 10 من 10، وبرافو مصطفى شوبير، حارس مصر في كاس العالم. كوكا 8 من 10، عمل ماتش حلو، حط بزرع في جيبه، كل اللي كان بيجروا كان بيحطه في جيبه. دفاعيا كوكا 10 على 10، دفاعيا كوكا ممتاز. دفاعيا كوكا من احسن اللعيبه من احسن باكات مصر في الدفاع. بالمناسبه كوكا لو راح كاس عالم يلعب عادي في كاس العالم، لانك هتلاقي منتخبات اعلى منك، فهو يلعب دفاع عادي، مش مطلوب منه انه يهاجم. ياسين مرعي 6 من 10، هادي رياض 5 من 10. كانوا كويسين، لكن مش دول السوبر اللي تعتمد عليهم. بيكهام انا كنت عايز اديله 10 من 10، بس الغلطه اللي عملها اللي كانت هترد علينا بجون بالنص المناسي ده، يا عم خد 9 ونص، يا عم 10 من 10، يا عم 10 من 10. الاسطوره ديفيد بيكهام، الاسطوره ديفيد بيكهام اللي قاعد صابر وما بيلعبش وما بيلعبش، ولما بيلعب مسك الفرصه، لما لعب خد الفرصه من محمد هاني. لا هاتوه يا عم يقف بدل محمد هاني، يا عم من راي منافسه من محمد هاني واحد، ومش مش كاتب المكان باسمه، يعني مش هيرجع يلعب اساسي، لا هو مش كاتب المكان باسمه. مروان عطيه 8 من 10. مسمار النادي الاهلي امام عاشور 3 من 10، 2 من 2 من 10 يا عم بالمجامله، ما عملش اي حاجه تذكر، لكن كان بيباصي يعني، كان شغال يعني. حسين الشحات 9 من 10، ماتشاته، حاجاته. اي زملكاوي يقول له حسين الشحات، اي حد زملكاوي يقول له حسين الشحات. حسين الشحات ده ماتشاته، ده حاجاته. الماتش ده سجل، اللي قبله سجل وخد ضربه جزاء، قصدي صنع وخد ضربه جزاء. ده حسين الشحات سجل، سجل وخد ضربه جزاء. تريزيجيه 1 من 10. وانا نفسي يلعب راس حربه، لانه مش ممتع لان على الجناح، مش جماعي، مش بيشغل اللي جنبه، ما بيدخلش راسه يحط رجل، لا هو كله جوه من جوه منطقه الجزاء، فيلعب راس حربه تريزيجيه او مهاجم تاني. بن شرقي 10 من 10. اشرف بن شرقي، تحياتي لاشرف بن شرقي. طاهر محمد طاهر 7 من 10. قالوا دينج والله نقيمه من البدلاء 5 من 10. كده كده ماشي مع السلامه يعني، عادي، مش فارقه، ومش لازم تعوضه بواحد اجنبي يعني، مش لازم تعوضه بواحد اجنبي. التبديلات برمضان، اوتاكا، زيزو، احمد عيد مش هيقيموا ونزلوا متاخر. صروب النهارده ما تفهمش. طب يعني ما انت بتلعب كوره، يعني ما انت بتلعب كوره وعندك كوره تلعبها اهو، ولا هو لازم الكارثه تحصل عشان تلعب كوره، ولا ايه؟ مش فاهم يعني، انا مش فاهم. يعني مش فاهم انت اشمعنى لعبت كوره النهارده؟ ده لغز، انت اشمعنى لعبت كوره النهارده؟ 3-0 بالرحمه، بالرحمه كنت تقدر تجيبها 4 و5. اشمعنى؟ كان واقف على الخط برضه، شغال على الخط يعني، ما كانش اللي هو قاعد وبيعاند وكده، لا كان شغال، باين ان في شغل النهارده اتعمل. هل ده شغل سروب؟ هل ده شغل عادل مصطفى؟ هل ده شغل وليد صلاح الدين؟ لا، في شغل اتعمل، في حاجه اتعملت. احنا ان شاء الله فرصنا في الدوري عشان ناخد الدوري 30%. 30% انك تاخد الدوري. انت محتاج الزمالك يخسر من سيراميكا كليوباترا وانت هتكسب ماتشاتك وتبقى فوق، وهيخسر من سيراميكا كليوباترا. انا هو انت اهو، الزمالك هيخسر من سيراميكا كليوباترا، هتبقى انت فوق. محتاج بيراميدز يخسر وهيلعب سيراميكا هو كمان، فانت محتاج يخسر ويتعادل. صعبه دي بيراميدز اظن،
صعب ان هو يخسر ويتعادل، صعب. لكن كل شيء ممكن، كل شيء وارد. الدوري لسه موجود، لسه على الورق انت ليك فرصك، لسه على الورق انت ليك فرصك. الزمالك مصيره بايديه، لكن مش هيقدر يسد قدام سيراميكا، وانا بقول لك اهو. فانت لسه ليك فرصك. يوم جميل، ليله جميله، 3-0. يعني حاجه تنفسوا بقى، اللعيبه تتنفس، كله يتنفس، ناخد نفسنا. الموسم الجاي ان شاء الله كل البطولات. الموسم الجاي احنا رقم واحد في كل حاجه. بالمناسبه قبل نهايه الفيديو، النادي الاهلي لو اتقفل 15 سنه 20 سنه، تتنك رقم واحد على القاره وفي مصر. المستوى الافريقي، المستوى المحلي، انت رقم واحد. قفلت النادي 20 سنه، انت رقم واحد. النادي الاهلي كل وقعه بيبقى لها قوم، وان شاء الله النادي الاهلي هيقوم الموسم الجاي. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده. السلام عليكم.